السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب ام لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طبعا بإذن الله هنجهز بقى ان شاء الله الحاجات بتاعة رمضان كده بكل سهولة وبكل بساطة. وطبعا مش عايزين ان احنا نضغط على ظروفنا في البيت، فاحنا هنعمل ايه؟ هنقول يا جماعة هنجيب كل كده اسبوع نجيب شوية حاجات ونركنها في التلاجة. تمام. احنا طبعا عملنا البرتقال، وعملنا جمدنا الجزر وجمدنا القلقاس وجمدنا السبانخ وجمدنا شوية حاجات كتيرة مع بعضينا. والنهاردة ان شاء الله هنجمد الفراولة بطريقة سهلة. وطبعا انتوا عارفين الفراولة برضو غالية مش رخيصة، فما ينفعش ان احنا نضغط على نفسنا ونجيب مرة واحدة. تمام. احنا اتعودنا ان احنا نجيب كل مادة كده حاجة، بحيث ان احنا ما نضغطش على ظروفنا في البيت. طبعا انتوا عارفين مدارس وظروف كده، فما ينفعش ان احنا نشتري مرة واحدة بكميات. تمام. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جايبين الفراولة اهي. طبعا انتوا عارفين الفراولة، كل الفراولة اللي موجودة في السوق مش بلدي يا جماعة. تمام. عشان نكون صراحة، الفراولة دي مش بلدي. احنا هنجمد الفراولة بقى بطريقة صح جدا، لا هتنزل لون منك كده في الكيس وانت مجمداها، ولا هيبقى شكلها وحش، ولا هيبقى الطعم بتاعها هيتغير. هتقولي لي ازاي؟ هقولك تعالي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، احنا طبعا الفراولة عشان نخزنها كويس هنجيب مناديل مطبخ معانا. تمام. الفراولة ما تتغسلش، الفراولة اللي بتتخزن ما تتغسلش، نصيحة مني. الفراولة لو اتغسلت هتتبهدل منك. انتي بتجيبي الفراولة بالشكل ده تكون جامدة وحلوة، وتشيلي الجزء الاخضر ده كده. تمام. وتمسكي المنديل كويس جدا. تمام. وتمسحيها بالشكل ده. حضرتك يعني تقعد لك كده من السنة للسنة وهتبقى زي الفل. بصي، احنا بنشيل الطرف الاخضر ده وبنمسح الفراولة بالشكل ده معانا. خلاص، بنمسحها كويس جدا. تمام. احنا كنا عاملين الجزء ده، احنا هو ده تقريبا كيلو وشوية، تقريبا كيلو ونص او حاجة. تمام. وهنعمل كده بنمسح بالمناديل بتاعه المطبخ كويس جدا، وبرده ما تضغطيش عليها عشان ما تتعسرش معاكي. خلاص، احنا كده بنخلص الكمية دي وهقول لك هنعملها ازاي. وهو يا حبايبي الفراولة بعد ما نشفناها كويس جدا، احنا ما غسلناهاش، احنا عبيناها بعد كده في الكيس بعد ما شلنا الجزء الاخضر ده. نشفناها كويس بمناديل المطبخ، وبعد كده هنشيلها كده نفردها في الكيس بتاع التخزين، وبعد كده نحطها في الديب فريزر تقعد معاكي من السنه للسنه. طبعا لما تيجي تخرجيها هتغسليها كويس جدا، مش هيجرى لها اي حاجه. انما لو غسلتيها قبل ما تتخزن انت كده بتبوظي الفراوله بتاعتك. تمام. احنا طبعا ده مش الكيلو ونص كله، احنا شلنا منه جزء بره. تمام. واحنا كل شويه كده ان شاء الله هنجيب حاجه ونجمدها، نجيب كيلو 2 كيلو على حسب الظروف بتاعتنا. تمام يا بنات. وان شاء الله يا رب كده التجميد بتاعنا الطريقه دي تعجبكم. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على رمضان كده ما يكون داخل علينا بالخير يا رب، هيكون عندنا مجموعة حاجات كتير جدا. انما انا مش هضغط على نفسي ولا هضغط على بيتي علشان اجمد حاجات كتيرة وكميات كبيرة وملهاش لازمة. انما احنا هنجيب كل شوية كده حاجة. خلاص، ويا رب يعود علينا الايام بخير يا رب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.